مشروع الحمقى. إسرائيل تشتري 5 بقرات حمراء تمهيدا لهدم الأقصى. يستخدم المستوطنون رماد بقر محروق بعد خلطه بالماء لتطهيره من النجاسة ليزول المانع الديني لاقتحامهم الأقصى. حسب الأناضول، تعتزم جماعات الهيكل إحراق 5 بقرات حمراء متى بلغ عمرها 2 إيذانا بهدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم المخطط. كشفت عنه القناة 12 العبرية السبت الماضي، متحدثة عن تمويل حكومة الاحتلال لمشروع استيراد البقرات ال5، وأوضحت أن الهدف من الأمر هو إزالة المانع الديني الذي يحول دون مشاركة عدد كبير من اليهود في اقتحام المسجد الأقصى في غضون أقل من نصف عام، بما يمهد لاحقا لهدم المسجد وتشييد الهيكل المزعوم. وقد تم بحسب القناة استيراد البقرات الحمراء ال5 من ولاية تكساس الأمريكية عبر طائرة خاصة، وبينما تبلغ من العمر 1 و7 أشهر سيجري فحصها متى بلغت العامين للتأكد من خلوها من العيوب على غرار ظهور أي شعرة بيضاء فيها، ومن ثم ستحرق على جبل الزيتون في القدس المحتلة. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم.